السلام عليكم. من اليوم ما غاديش تبقاو تعكزوا على لي شوسون، غادي ديروها كبيره اكس اكس ال وغادي تهناو. هاد الشوسون الكبيره غادي تنفعكم في رمضان، غادي تنفعكم في شي نهار وحلتو ما ديروا في الغداء ولا في العشاء، لانها كتوجد في الحين، ما كتحتاج لا تخمر ولا حتى شي حاجه، وممكن اننا نديروها باي حاجه عندنا في الثلاجه. ايوا نوض اختي، الا كنتي واحله شنو ديري في الغداء ولا في العشاء ولا في الكوتي ولا الضياف، راه غادي تنفعك وغادي ترجع هي المساند ديالك، وخصوصا في سيدنا رمضان الله يجيبو على خير. وخليكم معايا دابا نشوفوا المقادير وطريقه ديال التحضير. هنا عندي بصله، كنحتاجوا بصله اما بصله حريف ولا بصله عاديه ولا بواغو، كنشلضوها ولا كنحكوها وكنديروها في مقلاة عليها زبده وزيت وكنخليوها حتى كتهبط مزيان. هنا كنديروا اي خضره عندنا، انا درت قريعه، خيزو، درت اللفت، درت البروكولي، درت الشامبينيون، اي حاجه نتوما كتبغيوها ديروها. غادي نضيف واحد شويه ديال الكفته، ممكن ديروا كفته دجاج ولا ديال البقري، درت الملحه، درت العطريه اللي كنديروا د الكفته، التحميره، الكمون، الابزار، ممكن ديروا ورقه سيدنا موسى، الهريسه. نتاكدوا ان ما بقالناش الماء نهائيا، ونضيفوا القليل من الجبن، نديروا في واحد الطبسين، ندير عليه القزبر والمعدنوس ونخليوه يبرد على ما نمشيو نوجدوا العجينه ديالنا. في قصيعه ولا في البول ديال العجانه كنديروا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، معلقه صغيره ديال الخميره، خميره كيماويه من وزن 7 غرام، كنديروا كاس لاروب ديال الزيت النباتيه ولا خليط بين زيت وزبده، كنديروا 200 مليلتر ديال الماء يكون عادي، نخلطوا العجينه وندلكوها لمده من 5 ل 10 دقائق، يعني دغيا اما في العجانه ولا بيدينا. هنا عندي صينيه فيها 30 على 40 سنتيمتر، دهنتها بالزيت ورشيت عليها الدقيق وخليتها جانبا. هنا غادي نقبط العجينه ديالي وغادي نقسمها على جوج. كيف ما كتلاحظوا العجينه رطبه جدا، غزاله كتحمق، ممكن ديروا بها لي شوسون صغار، نخلي لكم لو ليان ديالهم هنايا تحت الفيديو، راه كيجيو كيحمقوا. هنا غادي نبقى نطلقها مزيان كيف ما قلت لكم على طاوله العامل مرشوشه بالدقيق. من بعد ما تطلقات ورجعت رقيقه على هذا الشكل، غادي نلويوها على المدلك وغادي نحطوها في الصينيه ديالنا. طبعا الحشوه خاصها تكون بارده، اي حشوه درتو خاصها تكون بارده. علاش تكون بارده؟ باش ما تضيع لكمش الحشوه ديالكم. داكشي علاش انا سبقت بها هي الاولى، عاد دزت العجين، لان العجين ما كتحتاج لا تخمر ولا حتى شي حاجه. صافي هنايا غادي نطلق النصف الاخر بحال الشكل ديال الاول، باش نقدر انني نغطي الحشوه بالعجين. غادي ندير نفس العمليه وغادي نغطيها على هذا الشكل هذا. غادي نبقى كنجمع لها الاطراف، نبقى كل طرف نبقى نلصقو مع الطرف اللي تحت منه على هذا الشكل هذا. ممكن تقطعوها بواحد القطاعات البيتزا، اولا تبقاو ديروا بحال هكا غير باليدين ديالكم ولا بشي ملعقه ولا شي فورشيت ولا اي حاجه، باش كتعطيوها داك لاسبي ديال لي شوسون من الجناب. صافي غادي نبقى غادي على نفس الطريقه حتى غادي نكمل لاطا كامله. هنا غادي تقبطوا واحد العود ديال الاسنان وغادي تبقاو ديروا ثقب هكا على الوجه، لان هي كتنفخ. هنا غادي ندهنوا الوجه باصفر البيض مخلط مع نقيطه ديال الحليب ولا نقيطه ديال الخل، دهنوا كامل على هذا الشكل. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، ممكن ديروا الزرارع، الجنجلان، الخشخاش، اي حاجه كانت موفره عندكم في البيت، وكيف ما بغيتوا تزينوا زينوا. راني وريتكم في اول فيديو يعني هادوك لي شوسون اللي سبق ودرت، وانتم ديروا اللي بغيتوا، تقدروا كاع ديروا بحال ضامه، راه كتجي كتحمق. انا درت دابا هادشي اللي جاني ساهل ماهل وبالزربه وصافي. صافي غادي ندخلوها دابا الفرن مسخن من قبل على 180 درجه، من الاسفل والاعلى، اولا حراره دائريه، كل واحد راه كيعرف الفران ديالو كيفاش كيطيب ليه. المهم الشكل ديالها هي هذه، كتجي شوسون كبيره فاعله تركه، كتجي كتحمق. وما نقول لكمش الا تهليتيو فيها في الفرماج، ملي كتحلوها وكتلقاوها كلها فرماج كيف كتجي. انا راه غير ما كانش عندي ودرت غير شي شويه في الحشوه، اما كتجي كتحمق مفرمجه غزاله معلكه، ما عندي ما نقول. المهم الا جربتوها قولوا لي كيفاش جاتكم في التعليقات، اولا بعثوا لي لي روتور ديالكم في انستغرام اللي غادي نخليه لكم في اول تعليق. كيفرحني بزاف نشوف التطبيقات ديالكم. شكرا على حسن المتابعه، والى الفيديو القادم إن شاء الله.